السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. فيديو سريع كده حبيت ان انا اشاركه مع اخواتي. ليه قطعة موجودة قدام حضرتك. القطعة دي انا بستخدمها في حاجات كتيرة جدا، اهمها وهي تثبيت الاستندات اللي انا بصور من عليها اللي على اليوتيوب زي اللي حضرتك شايفه ده. القطعة دي انا بستخدمها في الحاجات اللي زي كده. طيب ازاي؟ طبعا القطعة اللي موجودة زي يعني زي ما حضرتك شايفه، عبارة عن حديد، اتنين زاوية قائمة زي ما حضرتك شايف. في هنا صامولة، وهنا حاجة شداد أو مسمار زي حضرتك ما بتسميه. يعني لو حضرتك محتاج انك تعملها ممكن تاخدها سكرين شوت كده وتعملها عند اي حد حداد او كده. طيب استخدامها بيكون ازاي؟ هقولك استخدامها بيكون ازاي. فرضا حضرتك محتاج تعمل ستاند للموبايل، بتبدأ ان حضرتك ممكن تعمل الستاند ده خشب، عشان الاستندات اصلا بيبقى سعرها غالي جدا. يعني انا شاري ستاند من فترة كبيرة، كنت شاريه ب 350 جنيه، يعني شاريه من فترة سنة. لا حضرتك ممكن تصنعه بكل سهولة. طيب ازاي؟ بص، لو جبت مثلا قعدة خشب زي دي وتبدأ ان حضرتك تعمل فيها اي عمود خشب، وتبدأ انك تعمل زي ستاند كده، او حامل للموبايل بتاعك، فكرة مبسطة ما فيهاش اي حاجة. طيب استخدام القطعة ده بيكون بقى ازاي؟ استخدام القطعة بيكون كده، بمعنى ان حضرتك هتيجي على اي مثلا بلاطة بتاعة مكتب زي الموجودة قدام حضرتك، وتبتدي تربط كده. بتبدأ ان الدنيا تثبت معاك زي ما حضرتك شايف. يعني لو جيت ان انت عامل عصاية او عمود طالع لفوق كده، وتبدأ انك تثبت عليه الموبايل بتاعك، دي عبارة عن حديد، دي ماسكة كويس جدا وتقدر انك تعتمد عليها. لان الحاجات اللي موجودة قدام حضرتك دي، الحاجات دي اصلا بتكون في الاستندات الاصلية. نفس الفكرة عايز اوريها لك في الاستند اصلا اللي انا شاريه. لحظات معايا هوريها لك. زي ما حضرتك شايف نفس الفكرة موجودة في الستاند الاوريجينال اللي حضرتك شايفه ده. ده كان فيديو بسيط كده حبيت ان انا اشاركه معاك. اتمنى يكون عجبك الفيديو، وحابب اوصيك بالاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان توصلك الفيديوهات اول باول. وشكرا ليك على المشاهدة.